الصيف بقى يعني بطيخ، والبطيخ جبنة وفول، بطاطس محمرة او بطاطس مهروسة على حسب. انا النهاردة ده هيبقى غدانا بطيخ. بطاطس بس هسلقها وهرسها. هعمل كمان معاها فول بصلصة. بصوا، بصوا والنبي اللي انا فيه. يعني أنا لو ما كنتش لحقت كيس الصابون من ايديها كان زمانها فكاه او قطعاه بسنانها وبتشرب منه. تعالي يا حبيبتي. وريتكم بقى المطبخ كده قبل ما نعمل اي حاجه. هبدا انضف المطبخ وعندي دور غسيل في الغساله عايزه انشره. حاضر. وادخل بقى الغساله تحت الحوض مكانها. هبدا كده اول حاجه هشغل الراديو على القران الكريم جنبي. انا بحب دايما الراديو ده كده يكون شغال على اذاعه القران. بس انا شخطت فيها تسيب الصابون راحت فتحت التلاجة وقفت فيها. يلا هنطلع منها بمصلحه وهتناولني كيس الفول. هبدأ بقى اروق المطبخ وهصبن البوتاجاز وهغسل لو في مواعين في الحوض هغسلها ونظبط الدنيا. هنا دي جبنه قريش كان الولاد لسه جايبينها. هاخد منها قطعه واشيل الباقي في التلاجة. هنا بقى انا كنت خلصت خالص. قلت ابدا اقطع البطاطس عشان احطها تتسلق. على ما تتسلق هكون انا بقى ايه نشرت الغسيل وجهزت باقي الحاجه كده معايا. انا بصراحه بقى يعني نشرت الغسيل وعملت ايه تاني. ودخلت الغساله مكانها ونضفت الرخام ونضفت الدنيا حواليا ونضفت كمان الحمام. ووقفت بقى اكمل باقي الغدا. هقطع البطاطس مكعبات بقى او صوابع او حلقات زي ما انتوا عايزين. انا هنا بحب طعم التوم شويه في البطاطس. فهعمل ايه؟ بسلق معاها فص توم صغير او فصين، يعني فص كبير او فصين صغيرين. التوم لما بنهرسه مع البطاطس بيديها بيتسلق ويتهرس معاها بيديها طعم تحفه بجد. جربوها هتدعولي. ممكن كمان ما نحطش التوم معاها وبعد ما نسلق البطاطس ونصفيها من الميه ونبدا نهرسها. بروح محمره او مشوحه كده فص توم في حته زبده وبروح نازله عليه بمعلقه خل واروح ضيفهم كلهم على البطاطس. دي بتخلي طعم البطاطس المهروسه بتاعتنا في حته تانية. يعني بصوا كده 5 6 7 مرات والله جربوها. النهارده بقى هنعمل ايه؟ عندي بطيخ في التلاجة هقطعه. فعندي بقى إيه؟ ادي كده التوم. دول فصين صغيرين فهقشرهم واحطهم. هسلق بطاطس كده زي ما انتم شايفين. هعمل طبق فول بصلصة. هعمل كمان شكشوكة. بيض ببصل وطماطم وفلفل. فهنعمل النهاردة غدا شعبي كده جنب البطيخ. وعيش بقى كنا جايبين عيش من الفرن النهاردة صابح. فقلنا بقى ايه العيش دوت مش عايز غير ان هو يتعمل صينية مسقعة. وانا ما كانش عندي بتنجان للمسقعة او اكلة شعبي. فقررنا ان احنا النهاردة نقضيها شعبي. دخلت كده في المطبخ زي ما شفتوا في الاول خالص. نضفت المطبخ وبعدين وقفت بقى قشرت البطاطس وقطعتها وحطيتها في ميه وهولع عليها. هغسل بقى القطاعه بتاعتي او البلانشه بتاعتي من قشر الثوم وهرجع تاني علشان نقطع الفلفل والطماطم ونجهز بقى للفول وللشكشوكه. هولع الاول على البطاطس مكعبات كده زي ما انتم شايفين من غير اي حاجه خالص. انا اوقات بحط معاها سنه ملح صغيره بس النهارده ما حطيتش. فص الثوم اللي حطيناه مع البطاطس ده بجد هيخلي طعمها حلو جدا. هجيب بقى الفلفل والطماطم وهبدأ بقى اقطعهم مكعبات كده صغيرة. انا هنا كل ما اعدل الكاميرا عشان ابدأ شغل هي بقى اوزي واقفة ورايا عمالة تلعب فيها تشد السلك تحرك الحامل. بصوا بقى هقطع الفلفل كده شرايح بالطول وارجع اقطعها مكعبات. انا هعمل النهارده شكشوكه يعني كده يبقى تغيير جنب الاكل ويبقى الاكل كله بقى حاجات تتغمس بعيش كده. وكمان ما كناش عايزين ناكل يعني بيض صريح كده بيض مقلي بسمنه. فقلت ادخل معاه بقى خضار عشان الولاد يتشجعوا ياكلوا. او زي ما انتم شايفين كده هقطع الفلفل. انا كمان هغسل بصلايه وهقطعها واسيبها معاهم. انا هقطع الخضار ده وهجهزه واسيبه لان الولاد كانوا بره. وما كناش لسه نتغدى دلوقتي. فلسه البطاطس يا دوب حطاها لسه حتى ما غلتش. فعلى ما تتسلق هيكونوا بقى ايه خلصت كل اللي ورايا. فانا هقطع الخضار وهسيبه وهروح بقى اطلع الغسيل من الغساله واقفلها واشيلها مكانها ازقها مكانها.
لان انا الغساله عندي الحوض مش مفتوح فوقيها، الرخامه من فوق. فلما بنيجي نغسل بنشدها كده بره الرخامه، نطلعها بره الرخامه شويه لحد ما نخلص غسيل ونرجعها تاني مكانها. وهنضف المطبخ، هشغل المكنسه على الصاله بره كده على السريع، هي الشقه نظيفه ما فيهاش اي حاجه. والحمام عندي كان عايز يتنضف، اخدت سلكه وصابون ودخلت برضو غسلت الحوض والبانيو ومسحت الارض. هنا كده كنت خلصت الفلفل، جبت الطماطميتين زي ما انتم شايفين كده كبار. انا لما اكون هعمل حاجه بالطماطم او الفول عامه بحب اخد الطماطم المستويه، تكون طريه شويه كده علشان تتسبك معايا بسرعه. برضو الطماطم نفس الكلام، هقطعها شرايح بالطول. دي فلفلايه صغيره بقى كانت معايا هقطعها هي كمان. السكينه معايا تلمة شويه، معلش كانت عايزه تتسن فكانت مدوخاني النهارده شويه. ايوه كده، كل مكعبات صغيره. الاكل الشعبي دوت من اجمل الاكلات اللي الواحد بيعملها، ويقعد كده يغمس بعيش وجنبها بقى مخلل او بتنجان مقلي. بجد حاجه بتشبع جدا، تحس ان انت كلتي كده وشبعتي. وخصوصا بقى في الصيف مع بطيخ جنبيها اناناس، كانتالوب او شهد. فاكهة الصيف بتحب الاكل الشعبي عامه. اهو. نعم. ماشي. هقطع بقى، اكمل تقطيع الطماطم كلها كده. نحاول على قد ما اقدر بنقطعها قطع صغيره او مكعبات صغيره. قولوا لي بقى النتيجه بتاعتكم ظهرت ولا لسه؟ وكان عندكم سنه كام؟ انا عندي رابعه، رابعه وستة ابتدائي كمان، بس لسه النتيجه عندنا ما ظهرتش، مش عارفه ظهرت عندكم ولا لا وعملتم ايه. كل اللي عنده ثانويه عامه كمان ربنا معاهم يا رب. الاعداديه كمان خلصت، عقبال النتيجه يا رب بقى، بالتوفيق للكل ان شاء الله. قولوا لي يا جماعه، صحيح اللي عنده حد في اولى اعدادي او لسه طالع اولى اعدادي، هتختاروا ايه من المواد الجديده؟ يعني انا عندي ابني 6 السنه دي، طالع اولى السنه الجايه باذن الله. فمحتاره بصراحه، فرنساوي ولا الماني؟ اللي درس حاجه من الاتنين يقول لي ايه عيوبها وايه مميزاتها، وردوا عليا كده في الكومنتات طمنوني، او قولوا لي اختار ايه. ادي الخضار، كنت غسلت كمان بصلايه صغيره وكسرت كده البيضتين معايا في طبق، وادي كيس الفول. قلت بقى جاهز كل حاجه جنبي على الرخامه. وادي البوتاجاز منضفاه، والبطاطس كانت لسه حتى ما غليتش. البوتاجاز عندي النهارده كان واطي شويه فما اسعفنيش بصراحه. بس هو عامه الاكل كله انا لو هقف اعمله كله مره واحده وهشغل كام عين من البوتاجاز مش هياخد معايا وقت خالص، لان البطاطس لو قطعناها قطع صغيره هتنجز معانا. بصوا بقى، خلاص كنت دخلت الغساله مكانها وقفلتها، وطلعت الغسيل هنا في الجردل ده عشان يتنشر. وكنت نضفت بقى الرخام والحوض والدنيا كده، وكنست الارض كمان. هنا بقى خلاص هبدأ اجهز. جبت طاستين كده وهولع العينتين دول او العينين دول. طاسة هحط فيها زبدة ونقطة زيت او معلقة زيت صغيرة، والطاسة التانية هحط فيها الزيت زيادة. زي ما انتوا شايفين هنا انا كنت بجيب الزبدة من التلاجة. هنا الطاسة دي بقى هعمل فيها الشكشوكة اللي انا حطيت فيها الزبدة. الطاسة التانية هعمل فيها الفول. هنزل هنا شوية زيت وهناك شوية زيت حلوين كده. ممكن كمان نحط حتة زبدة مع الفول، بس انا يعني الزبدة بتاعت الفول دي انا بحب لو هحطها بحطها في الاخر كده على الوش، يعني اسيحها وارشها كده على وشه من فوق.
هجيب بقى الحاجه كلها جنبي كده. خدت البصلايه، هجيب كمان القطاعه اللي عليها الخضار اخليها جنبي هنا برضو اهو. الزبده بقى هتسيح معايا كده، وهبدا اقطع البصلايه صغير او تقطيعه ناعمه. ممكن نضربها في الكبه يعني، بس انا او في الكبه. بس انا لقيت ان هي البصلايه صغيره يعني مش مستاهله. هنا الزيت كان سخن، فهنزل بقى بشويه من الفلفل الاخضر وشويه من الطماطم اللي انا مقطعاها دي، وده هيبقى للفول. اول ما تدبل معايا الطماطم وتنزل ميتها هنزل بالفول. وهنا هقطع البصلايه زي ما انتم شايفين علشان نعمل الشكشوكه. طبعا لو عدد البيض معايا اكتر، يعني اكتر من بيضتين، هزود طماطم وهزود كمان فلفل الوان، والبصلايه هتبقى اكبر من كده شويه. ولو البصل صغير هاخد بصلايه كمان معاه. الطريقه دي للشكشوكه حلوه جدا. طعمها والله النهارده كان طالعه حلوه، والولاد عندي كمان بيحبوها. وكلنا يعني النهارده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، اكلنا كتير يعني. عيش بلدي بقى والدنيا كانت جميله، وبطيخ. هنقطع بقى البصلايه، وهبدا اقلب بقى الخضار بتاعي دوت لحد ما يدبل معايا. انا البصلايه مش هحمرها، مجرد انها هتدبل بس، يعني تقلبتين كده، وهنزل عليها بالفلفل والطماطم. هقلب كمان بقى الطماطم بتاعه الفول. هنا كمان انا كنت هولع الفرن واحط العيش يسخن، بس قلت اول ما انزل بالبيض كده على ما يستوي هيكون العيش سخن معايا، لانه هو كان صابح، مش محتاج يعني، مش ما كانش في الفريزر او في التلاجة، مش ساقع ولا مجمد، فيا دوب هيسخن بس. زودت هنا معلقه زيت كده صغيره. البصله بقى بدات خلاص تاخد يعني لون اصفر كده فاتح، وبدات تدبل معايا. هنزل بقى عليها بالفلفل والطماطم. اما الطماطم بتاعه الفول انا بحبها تنزل ميتها. يعني انا بحب الطماطم لما اكون هعمل فول بصلصه او فول بطماطم كده او بالخلطه زي كده، بحبها تنزل ميتها، وبعدين انزل بالفول واوطي عليها شويه لحد ما يغلي. هنزل بقى هنا بالطماطم على البصل والفلفل، وشلت شويه من الفلفل هحطهم على الجبنه القريش. انا هعمل طبق جبنه قريش بالقوطه، وهقطع عليه كمان يعني هزود عليها كمان شويه الفلفل الاخضر دول، وهحط شويه زيت ونهرسهم، ويبقى كده احلى طبق جبنه قريش. هقلب بقى كل الكلام ده معايا لحد ما الخضار بتاعي دوت الفلفل والطماطم يدبلوا خالص كده، وانزل عليهم بالبيض وفلفل اسمر بقى، رشه فلفل ورشه ملح، واقلب لحد ما البيض يستوي، ويبقى كده الشكشوكه بتاعتي جاهزه. وخلي بالكم احنا لو هنعملها بجد ما اخدتش 10 دقايق بالظبط. هنا بقى نزلت بالفول كده، فضيته من الكيس على طول في الطاسه بتاعتي، وهنزل عليه بربع كوبايه ميه صغيره، يعني 3-4 معالق ميه كده، واقلب تقليبه، وهسيبه لحد ما يغلي. تمام. هنزل بقى بالبيض كله كده، وهبدأ اضربه كله في بعضه او اقلبه كله في بعضه، اربه كده. رشه بقى من الفلفل الاسود، هنا انا كنت بدور على برطمان الفلفل. ادي كده رشه من الفلفل الاسود عشان زفاره البيض، وادي رشه من الملح. عندك بقى كمون، ممكن تحطي رشه كمون صغيره، بس انا للاسف ما لقيتش كمون لان البهارات اللي عندي كانت خلصانه. هننزل بقى نجيب شويه بهارات ونرجع نحمصهم ونطحنهم مع بعض. بس. والفول كمان كان خلاص عايز تقليبه كده ويبقى جاهز. بصوا
هياخد كمان رشة ملح كده ورشة من الكمون، برضو مفيش كمون. كان عندي دقة اللي هو الملح المبهر، فهرش يعني هديه رشة بسيطة كده. هنا بقى البطاطس انا كنت طافية عليها من شوية، فهرجع اسخنها تاني. جبت بقى طبق غويط ههرس فيه البطاطس. حطيت فيه حتة زبدة وشوية زيت علشان اهرس البطاطس. طبعا انا لما بحط الزبدة كانت في الفريزر، فالبطاطس هتنزل عليها سخنة هتسيح. ما اقولكوش بقى على طبق البطاطس دوت، وحطيت عليه شوية شطة ناعمة كمان، شطة حمراء. كان حاجة كده تحفة. بصوا الزبدة ايه، طعم الزبدة مع البطاطس مع التوم اللي اتسلق مع البطاطس واتهرس معاها، مع رشة الملح المبهر اللي هنحطه، ومع رشة الشطة كمان اللي هنحطها. يعني بصوا طبق بطاطس النهاردة كان بجد بجد جامد اخر حاجة، جبار زي ما بيقولوا. هملح بقى، طبعا مفيش كمون. البطاطس بتحب، يعني انا بحب عامه لما اكون عامله بطاطس مهروسه بحط لها ملح وكمون. فالملح المبهر اللي معايا ده فيه ملح وفيه كمون وفيه فلفل اسمر وفيه شطه وفيه كزبره، فيه من كل البهارات. ادي بقى كده غدانا النهارده، والنور كان قطع، بس انا كنت خلاص يعني النور قطع وانا بصور في الاخر كده. فالحمد لله يا رب، ربنا يديمها علينا وعليكم نعمه يا رب، ويحفظها من الزوال. اتمنى بقى غدانا النهارده يعجبكم، حاجه كده سهله وبسيطه وعلى قد الايد. واشوفكم بقى في فيديو جديد. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد. مع السلامه.